وعمليه بناء الهجمه، وادي ملعوبه حلوه تجي له تاني لو حط له فرصه اوه جول جوه الجول محمد ابراهيم. اخيرا محمد ابراهيم يحطها حلوه 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 مع فرحه كبيره زملكاويه بهدف اول لفتى الزمالك محمد ابراهيم. هنشوفها تاني، جت من هديه من سطوحي لكن اسيست عالمي يا كهربا، اسيست رائع 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 من محمود كهربا لمحمد ابراهيم وتخدمه تضرب في القايمه اهي. هنشوفها تاني، بصوا حضراتكم كهربا هنا على طول اللمسه ضربت كمان في قدم. هنشوف مين، في حد من الدفاع كان مكمل مع الكرة، اسلام ابو سليمه تضرب في رجله وفي القائم وتتهادى عشان الدقيقه 36 محمد ابراهيم يتقدم للزمالك بالهدف. كنت لسه بقول الاداء مش هو الاداء واللعب تعاوني وشوط اقل من المتوسط، يجي محمد ابراهيم ويسجل هدف. اعتقد انه هيغير اكيد سيناريو المباراه يا ساده. تخرج من سعيد كمال، كان عايز فاول لكن قال العب. كهربا تخدمه وتجيله تاني، لعبها لجوه من هناك لكن حاول يضغط مصطفى فتحي. صلاح يطلع، طارق حامد يرد، يرجع تاني يدور على عادل جمعه، وعادل جمعه تاكلينج رائع، تترد وترجع مره تانيه حلوه في مساحه مصطفى، وادي يلعبها ضربه جزاء فرمان من محمود بسيوني. هنشوفها تاني، عرضيه عادل جمعه واحمد عادل. هنشوفها تاني رفعه الايد اهي. دايما بنقول الوضع الطبيعي للايد، وعشان تريحوا نفسكم تقول حاجه سهله وبسيطه، الايد اللي راحت للكره ولا الكره اللي راحت للايد. لو الكره اللي راحت للايد خلاص يبقى براءه، انما لو الايد هي اللي اتحركت من مكانها وراحت للكره يبقى ضربه جزاء. اكتسبها محمود بسيوني لمصلحه نادي الزمالك. هنشوفها تاني، ادي عرضيه عادل جمعه واحمد عادل تخبط في ايديه ويدي ضربه جزاء. باسم مرسي اللي هيتصدى، باسم مرسي جوه جول، والهدف الثاني لنادي الزمالك. باسم مرسي من ضربه جزاء يحتسبها محمود بسيوني، تضرب يا دوبك كده في القايم اليمين وتتهادى داخل الشباك عشان يبقى الهدف الثاني للزمالك في بدايه الشوط الثاني، وتصبح النتيجه 2-0. شاطها باسم بشكل كويس، رايح معاها عمرو حسام، لكن قلت لحضراتكم في اقصى الزاويه وتضرب يا دوب كده تحف بالقايم اليمين وداخل الشباك عشان يبقى الهدف الثاني للزمالك. تاني ديفنس الزمالك، احمد عادل يلعبها له هناك طويله، والله مجهود كبير. يا سلام يا طارق حامد يلف وياخد كورته عليه جبر على الارض. حماده لعادل جمعه جابها يسرى، اصبحت اكثر نشاطا بوجود هذا اللاعب. تاني محمد ابراهيم، رحله احترافيه سريعه كده لم يكتب لها النجاح في ماريتمو، رغم ان بداياته لما راح محمد ابراهيم كان ماشي كويس وكان مدربه بيتكلم عليه كويس جدا. ادي محاوله المرور يا مصطفى لسه خطره عبد الخالق، لكن مصطفى فتحي مش ممكن. مشي مصطفى فتحي الحاجات بتاعت ميسي دي اللي بيمشي فيها بعرض الملعب ويحطها هناك في الزاويه العكسيه على شمال عمرو حسام، لكن تعمل ايه للقائم الشمال يتصدى لهدف محقق لنادي
الزمالك. توصلش مصطفى فتحي، توصل عمرو حسام، يرد حازم، يلقطها عبد الخالق، حلوه في المساحه، مصطفى 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 يا مصطفى. مصطفى فتحي مش ممكن يلعبها حلوه 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 يا ولد يا لعيب. حاجات اللعيبه الكبار دي من مصطفى فتحي، يمشي ويحطها بعد ما مشي بالعرض كويس قوي من البدايه، من الباص الحلو لمحمد ابراهيم وبرؤيه كبيره جدا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب يا لعيب يا كبير. في المقص اليمين لمرمى عمرو حسام مصطفى فتحي، فتى نادي الزمالك الصاعد وبنقول عليه مستقبل الكره المصريه طبعا اكيد، يحطها في المقص اليمين عشان يسجل الهدف الثالث لنادي الزمالك وتصبح النتيجه 3-0. مين اللي خرج؟ عبد الله سيسي نزل، عبد الله سيسي نزل البوركينابي، لكن مين اللي خرج؟ رجع تاني والشاشه نزلت انه عادل جمعه، بس هو مش عادل جمعه، هو حازم امام. تبديل كلاسيكي زي ما بنقول، باك يمين وينزل رمزي خالد في مركز الباك اليمين. ابناء الشرقيه اصلا زقازيق رمزي. وادي يخطف عبد الله سيسي وفرصه فرصه فرصه فرصه، رقص 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 وادي يشيل. مش ممكن يا عادل يا جمعه. امتياز محمد عادل جمعه، امتياز يا عبد الله سيسي. عملت الصعب يا راجل يا راجل يا راجل. شوف عمل ايه، ادي خطف كويس جدا، وادي يا ولد ثبت وفات كويس وشال عادل جمعه على طول، ينقذ هدف محقق لاتحاد الشرطه. تاني عبد الله سيسي عمل الصعب زي ما قلت لحضرتك، ورقص كويس قوي. جنش فرود مهاري على فكره، لعيب كبير. كان شاط، اهتم بايه؟ اهتم بالقوه اكتر. بيحيي الراجل مصطفى فتحي، بيخرجه محمد حلمي. لا ده هينزل محمد سالم. ياه محمد سالم من زمان جدا بعيد، ادي اللي بيفكر فيه محمد حلمي. قلت لك رمزي خالد من زمان بعيد، ودلوقتي محمد سالم. وادي هدف جوه الجول، هدف لاتحاد الشرطه. لسه كان الراجل بيجيب التبديل وتتلعب الكره على طول ويحطها حلوه حلوه على شمال جنش، يبقى الهدف الاول لاتحاد الشرطه. اتلعبت الكره على طول، بقول لحضراتكم اثناء التبديل. ادي خدمت الراجل وراحت له، اعتقد انه سعيد كمال. سعيد كمال هو اللي سجل، هو اللي سجل في الدقيقه 73. جات له هديه، جات له هديه كره ويركنها حلوه على شمال جنش، وسعيد كمال يسجل الهدف الاول لاتحاد الشرطه بعمليه المتابعه بشكل رائع. حطها، ما كانش متراقب، كان لوحده خالص. امتياز للحارس محمود جنش في اللعبه اللي فاتت دي، يشيلها طبعا. توقع مع سعيد كمال انه هيلعبها تشيب زي كده. الزمالك اداؤه في تراجع والشرطه ادائها في صعود. يمكن الزمالك بعد 3-0 قال لك الماتش انتهى، مش الكره مش كده خالص. وادي فرصه تاني، وادي فرصه تاني، وادي علي جاب فرصه الجول التاني. جول 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 للشرطه، جوه جول الهدف الثاني للشرطه. صلاح ريكو يسجل الهدف الثاني. بقول لك لسه من ثواني الشرطه افضل، الشرطه احسن، هم اللي بداوا يلعبوا بقوه وبدا نشاط كبير جدا. عمر كمال يحطها تفوت من جبر ويرجع صلاح ريكو يحطها في الجول عشان يبقى الهدف الثاني لاتحاد الشرطه. عاد عمل كامباك رائع رائع في المباراه بالهدف الثاني، وهيشعل الدقائق الاخيره، هيشعل الدقائق الاخيره بكل تاكيد. محمد حلمي عمل تبديلات ودفع برمزي خالد ما كانش بيشارك، ودفع بمحمد سالم ما كانش بيشارك، وبعدين انتفض الحقيقه اتحاد الشرطه. ولسه من ثواني قبل الهدف مباشره بقول لحضراتكم
اداء اتحاد الشرطه.